معانا حلة على النار، هنحط فيها معلقتين زيت، وهننزل بنص كيلو لحمة مفرومة، هنشوحه شوية في الزيت لغاية ما لونه يتغير. هنا لونها بتغير اهوتي. بعد كده بقى هننزل بالملح بتاعنا وبالفلفل الاسود والبهارات لحمة وبشرة جوز الطيب. الملح اهو والفلفل الاسود وبهارات لحمة وبشرة جوز الطيب. وبعد كده هننزل بأربع بصلات مفرومين ناعم، 4 بصلات متوسطين وسط صغيرين يعني مش كبار، مفرومين ناعم. وبعد كده 4 حبايات طماطم متقشرين ومتقطعين قطع صغيرة سلطة. انا بقشر الطماطم علشان القشرية بتاعتها ما تجيش في الاكل، فبقشر الطماطم وبعد كده بقطعها اهو زي ما انتم شايفين اهو. هنزل بها بقى، هسيبها بقى مع نفسها. هنا بقى هنعمل البشاميل. معلقة زبدة، معلقة زبدة كبيرة او معلقتين وزيت، بحب اعمل ميكس من الزيت والزبدة مع بعض. وهنزل ب7 معالق دقيق. الدقيق يبقى قد الدهون عشان تعرفي تحمريه. طبعا انا ما بحمرش الدقيق قوي، مجرد بس ما يتشوح كده، وبعد كده بقوم انزل عليه باللبن زي ما انتم شايفين اهو. نزلنا باللبن اهو، ننزل باللبن واحده واحده ونقلب. ده انا في التقليب باستمرار علشان ما يكلكعش مننا، بس في نفس الوقت تخلي بالكم من ايدكم برضك عشان ايه البخار بتاع البشاميل وانتوا بتنزلوا عليه باللبن ما يطلعش على ايديكم. طبعا انا بقلب على طول عشان ما يكلكعش مني البشاميل. وكده تمام اهوتي. هبدأ بقى احط بقى الملح والبهارات بتاعه البشاميل. يا دوبك اهو الملح، وبحط سنة قرفة وبرضك سنة فلفل اسود مش هكتر، وبشرة جوز الطيب. مش هكتر ليه؟ علشان البشاميل ما يغمقش معايا من البهارات. بس كده. هضيف له اضافة جميلة قوي بس مش دلوقتي. هجيب له فلفلاية كده متقطعة حلقات رفيعة، وجبت نص برضك فلفلاية سبايسي بحطها في البشاميل تدي ريحة حلوة وطعم حلو. عندنا هنا بقى مية لسلق المكرونة. دي المكرونة اللي هي الفاصولي، نزلت بيها الاول تتسلق علشان هي بتاخد سوية كتير عن المكرونة الاسباجيتي. يا دوبك دقيقتين كده يعني ما طولش. وبعد كده انزل بقى بالمكرونة الاسباجيتي اسمها نصين، نص فوسيلي ونص سباجيتي اهو، اسمها نصين. هنزل بقى واحدة واحدة على المكرونة عشان ما تلزقش في بعضها، عشان ما ينفعش انزل بقى كلها، لو نزلت بقى كلها مرة واحدة هتلزق في بعضها. طبعا هي واحدة واحدة بتقوم تنزل في المية.
دي بقى الفلفل اهي، هاحطها بقى في البشاميل، يا دوبك قلبة بسيطة وباطفّي عليها بقى خلاص، بتدّي ريحة حلوة وطعم حلو أوي البشاميل. أنا باحاول أسرّع لكم الفيديو على قد ما أقدر علشان ما يبقاش طويل عليكم عشان تعرفوا تشوفوه، لإن أنا عارفة إن الناس بتزهق من الفيديوهات الطويلة، مع إن هي بتبقى مفيدة والله وأنا باشيل حاجات منها بتبقى برضه يعني لازم الفيديو يبقى كامل. هنا بقى معانا اللحمة المفرومة جاهزة اهيّة ما شاء الله، لازم أسيب فيها الصوص بتاعها ده علشان برضه ينزل مع المكرونة كده يدّي طعم حلو للمكرونة ولونها بيبقى لونها أحمر كده شوية. كده المكرونة جاهزة معانا سلقناها وصفّيناها على فكرة ما باشطفهاش، أنا باصفّيها بس وخلاص. شِلت هنا بولة من اللحمة المفرومة هاقلّبها فيها، وهانزل عليها برضُك بشوية بشاميل أقلّبهم فيها. أنا ما باصفّيش المكرونة يا جماعة، أنا باصفّي المكرونة ما باغسلهاش، باصفّيها بس ما باغسلهاش. كده نزلنا ببولة لحمة مفرومة قلّبتها فيها، وهانزل شوية بشاميل برضه. وهنجهّز الصينية بتاعتنا بقى. نبدأ بقى نقلّبها مع بعض كده. كده تمام بقى، كده معانا صينية اهيتي دهنينها زبدة، هانزل طبعًا بشوية بشاميل فيها في الأرضية، وهاوزّعهم بقى بالفرشة، بعد كده بقى أنزل بطبقة المكرونة، هانزل بقى بطبقة المكرونة نضبّطها. ده بقى الأخضر اللي انتم شايفينه في المكرونة ده الفلفل، الفلفل الأخضر، الإضافة دي جميلة أوي الفلفل الأخضر بصراحة في المشاريب، أنتم هتجرّبوها وهتشوفوا بنفسكم. كده بقى هنحط بقى الحشوة، هنحط بقى اللحمة المفرومة وهنوزّعها حلو. هانزل بقى بطبقة المكرونة التانية بقى. أنا مقصّرة الفيديو والله يا جماعة على قد ما أقدر، مع إني يعني المفروض إن أنا أنزّله كامل لإن بتبقى حاجات مهمة فيه، بس أنا ملاحظة لمّا الفيديو بيكون طويل بتبقى مشاهداته قليلة، وأمّا بيكون قصير بتبقى مشاهداته عالية، مع إن المفروض يعني دي حاجة مفيدة يعني، بس مش عارفة أنتم بتكسّلوا تتفرّجوا على الفيديو ليه. كده بقى نزلنا بالبشاميل بتاعنا زي ما أنتم شايفين أهو. أنا باخبّطها كده خبطتين علشان إيه، البشاميل ينزل، المكرونة تشرب البشاميل كده وينزل، وأبدأ بقى أحط تاني بقى بقية البشاميل وخلاص، وأحط بقى إيه معلقة زبدة من على الوش كده، وبكده بقى الصينية بتاعتنا جاهزة. أنا ما باحطش على وشها لا بيض ولا ميكس جبن ولا جبنة رومي ولا كلام من ده، المكرونة البشاميل زي ما أنتم شايفين كده باحط معلقة زبدة على الوش فقط لا غير، ما باحطلهاش أي إضافات تانية لا بيض ولا ميكس جبن ولا جبنة رومي ولا كلام من ده، زي ما أنتم شايفينها كده. كده الصينية بتاعتنا خلصت اهوّة، ندخّلها بقى الفرن ونرجع لكم تاني. وبكده الصينية بتاعتنا جاهزة معانا اهيّة،
زي ما انتوا شايفين اهو، شايفين وشها ما شاء الله جميل، ما فيش على اي اضافات ولا في على اي حاجة، زي ما انتوا شايفين اهو. هنقطعها بقى مع بعض وتشوفوا بقى بنفسكم. قطعنا قطع في الطبق، شايفينها عاملة ازاي، من تحت حمرا اهي ومن فوق بيضة، ما شاء الله جميلة. المكرونة الاسباجيتي مع المكرونة الفوسيلي جميلة بجد والله جميلة. وطريقة تعصيجة اللحمة المفرومة بالطريقة دي حلوة قوي. وزي ما انتوا شايفين البشاميل اللي نازل على اهوتي جوسي، ما شاء الله البشاميل اللي نازل على المكرونة جوسي ما شاء الله جميل. ولا ناشفة ولا اي حاجة، شايفين الجمال. جربوها بقى وهتعجبكم. وما تنسونيش بقى في اللايك وكومنت حلو منكم ودعوة حلوة من قلبكم. ودمتم بخير حبايب قلبي.